اشهر اكله مثلا موجوده في ايطاليا، اكتر حاجه فعلا بتحسن نفسيه الواحد ان الواحد عايز يرتب دماغه كده، ان هو يرتب المكان اللي حواليه، تقرب من ربنا. دي في حد ذاتها بتريحك نفسيا. الكتب من احلى وافيد الحاجات اللي بتحب ان هي تهتم بضوافر، ياخد كورسات رسم، ممكن مثلا حد ياخد كورسات طبخ. حيوان سهل شويه ان هو يعتني بيه، ممكن مثلا سلحفه. هاي ازيكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. ويلكم باك تو ماي تشانل. فيديو النهارده، بما ان تقريبا كل الناس خلصت الدراسه بتاعتها، سواء السنوات العاديه او الكليه او حتى الثانويه العامه، فيديو النهارده هنتكلم عن حاجات نعملها عشان ما نكونش زهقانين ولا ملين، وكمان نستفيد. كمان فيديو النهارده مش بس للناس اللي في اجازه عشان الدراسه، لا، ممكن عادي واحده اتخرجت او حد اتخرج او واحده قاعده في البيت مش بتشتغل. ففيديو النهارده اكيد هيفيد ناس كتير. يلا بينا نبدأ الفيديو. أول فكرة، مين فينا ما بيكونش له نفس يعمل حاجة إلا إذا كان المكان اللي حواليه نضيف؟ فنحاول أول حاجة إن احنا نمسك الغرفة بتاعتنا أو المكان اللي احنا قاعدين فيه ونروقه ترويقة حلوة، ونمسك حاجة معينة مثلا زي المكتب أو الدولاب ونرتبه ترتيب عميق. يعني مثلا المكتب نطلع الكتب القديمة، نطلع الحاجات القديمة ونرميها، والحاجات اللي احنا عايزينها بس هي اللي نخليها. وبرضه نفس الكلام على الدولاب، ممكن مثلا نمسك الدولاب ونروقه ترتيب عميق كده، واللبس اللي احنا هنستخدمه نسيبه، واللي احنا مش عايزينه نتبرع بيه. بحس ان دي فعلا اهم حاجة، ان الواحد عايز يرتب دماغه كده، ان هو يرتب المكان اللي حواليه. تاني حاجة من الحاجات اللي بتغير نفسية الواحد ان احنا نغير ديكور الغرفة بتاعتنا. يعني مثلا ممكن نغير مكان السرير، نغير مكان التسريحة، نغير مكان الدولاب. بس تغيير مكان الدولاب بيحتاج مجهود شوية، فنخلينا مثلا في الدولاب، في الكومودينو، في التسريحة، الحاجات البسيطة دي. طب لو معاك شوية فلوس بسيطة وعايز مثلا تصرف شوية على الغرفة بتاعتك، ممكن مثلا نجيب فرع شجر ونحطه فوق السرير، ممكن نجيب مثلا فرع نور. الحاجات دي فعلا بتخلينا مبسوطين وبتخلي نفسيتنا مرتاحة. تالت حاجة وأهم حاجة هي قراءة الكتب. فعلا من أحلى وأفيد الحاجات اللي ممكن تعملها في حياتك إنك تقرأ كتب. طبعا في ناس كتير مش بتحب القراءة، ولكن ادي لنفسك فرصة إنك تقرأ حاجة. بس أهم حاجة إن أنت ما تجريش ورا الحاجات اللي الناس بتحبها. معظم الناس مثلا حواليا بتحب الروايات، بداية ما جيت أقرأ كتب رحت اشتريت روايات زي ما الناس اللي حواليا بيعملوا. بس فعلا اكتشفت إن أنا مش بحبها، وده كرهني في القراءة. واحدة واحدة بدأت أعرف أنا بحب إيه. انا مثلا عن نفسي بحب الكتب بتاعه تطوير الذات، ازاي ابعد عن الحزن، ازاي يعني ابعد عن الحاجات دي واطور من نفسي واطور من شخصيتي. فحسيت ان انا فعلا بحب الكتب، بحب اقراها. بلس كمان مثلا الكتب الدينيه، غيري مثلا بيحب كتب الخيال، غيري مثلا بيحب الروايات. فكل واحد وشخصيته وميوله هو بيحب ايه. فحاول انك تعرف انت بتحب ايه وتروح تقراه، وما تجريش ورا الحاجات الناس بتحبها عشان ما تقعش في نفس الفخ بتاعي. يعني بغض النظر عن كل واحد بيحب ايه، بس فعلا الكتب من احلى وافيد الحاجات اللي الواحد ممكن يعملها في حياته كلها. رابع حاجه من الحاجات اللي انا بحسها لطيفه قوي ومختلفه، ان احنا نجرب نخش المطبخ ونطبخ. بس اهم حاجه ان احنا مش هنخش نطبخ مثلا رز وملوخيه وفراخ والجو ده، لا، يعني احنا نخش نطبخ حاجه مختلفه. ممكن مثلا تشوف انت نفسك تزور بلد ايه، بتحب بلد ايه، خش مثلا تكتب على اليوتيوب مثلا ان انت عايز اشهر اكله مثلا موجوده في ايطاليا، اشهر اكله مثلا موجوده في اي بلد انت بتحبها. انا عن نفسي بحب كوريا جدا جدا وبحب اكلها قوي، وبتبسط اما باكله. فممكن مثلا في اي وقت انا مثلا فاضيه فيه او كده، ممكن اخش المطبخ اعمل اي اكله كوريه، بجيب مكوناتها. وطبعا اليوتيوب حرفيا ما خلاش اي حاجه خالص، بخش اشوف مكوناتها واعملها، وبجد بتكون تجربه جميله جدا. خامس حاجه من الحاجات المهمه جدا جدا جدا، ان احنا لازم نزود الجانب الديني بتاعنا. يعني مثلا معظم الناس في اوقات اللي هي بتكون مشغوله فيها زي الامتحانات او الحاجات اللي زي دي، بيهملوا الى حد ما الجانب الديني بتاعهم. فمثلا لو انت شخص مش بتصلي، حاول ان احنا نقوم نصلي. لو انت مثلا بتصلي، حاول ان انت مثلا يكون ليك ورد حتى لو بسيط في القرآن، ان انت مثلا تزود اذكار الصباح واذكار المساء. فكرة اساسا ان انت بتقرب من ربنا، دي في حد ذاتها بتريحك نفسيا. سادس حاجة وهي العناية بنفسنا من بره ومن جوه. طب من بره ازاي؟ ان احنا نهتم مثلا بالسكين كير بتاعنا، نهتم ببشرتنا، نحط ماسكات. في ناس مثلا بتحب ان هي تهتم بضوافرها، في ناس مثلا عندها ممكن يكون مشكلة في جسمها او حاجة ممكن تعالجها. طبعا لازم ان احنا نهتم بنفسنا من بره، لان اساسا وقت ما احنا بنكون مشغولين كل الحاجات دي مش بنبقى ملاحقين ان احنا نعملها في اوقات ان احنا نكون مشغولين فيها. فبنستغل وقت احنا فاضيين فيه، وبنشوف ان احنا محتاجين ايه، ناقصنا ايه، عايزين نهتم بايه اكتر، فبنعملها. ده بالنسبة للشكل من بره. طب بالنسبة لجوه، نحاول ان احنا ناكل اكل صحي.
برضه بنكون مشغولين مثلًا في الدروس أو في الجامعة أو في امتحانات، فبناكل أي أكل مثلًا من برّه بسرعة، بنبوّظ الدنيا من جوّه، فنحاول إن إحنا بقى وإحنا فاضيين قاعدين في البيت أو كده، إن إحنا نهتم بأكلنا الصحّي، وأهم حاجة إن إحنا نشرب مَيّة كتير جدًا، جدًا، جدًا. تكملة بقى للنقطة اللي فاتت ودي بجد حاجة مهمة جدًا، جدًا، وهي الحركة، الحركة، الحركة. مهمة جدًا من ناحية الصحة النفسية، مهمة جدًا من ناحية الصحة الجسدية. بجد باحسّها أكتر حاجة فعلًا بتحسّن نفسية الواحد، مش لازم تروح gym وتشترك في gym وتدفع فلوس، لأ عادي ممكن نفتح اليوتيوب ونعمل تمارين، ممكن نتمشى حوالين البيت، بس بجد الحركة مهمة جدًا، 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 وأهم حاجة إن هي فعلًا بتحسّن النفسية. تامن حاجة إن إحنا ممكن ناخد كورسات، طبعًا أي حد هيسمع كورسات دي هيفتكر إن أنا هاقول له روح خد كورسات English مثلًا وحسّن اللغة بتاعتك، لأ. المرة دي كورسات مختلفة، ممكن مثلًا لو حد بيحب يرسم أو حتى عنده إن هو نِفْسه يكون بيعرف يرسم، ممكن مثلًا ياخد كورسات رسم، ممكن مثلًا حد ياخد كورسات طبخ، ممكن مثلًا تروحوا للأماكن اللي بترسم مثلًا على الفخار أو بترسم على الإزاز أو بترسم على المرايات، ممكن أساسًا تروحوا للأماكن اللي بتعمل الفخار نَفْسه، بجد بتبقى تجربة ممتعة جدًا، جدًا، جدًا. تاسع حاجة إن إحنا ممكن نعتني بحيوان، لو حد مثلًا بيحب القطط وعارف إزاي يعتني بيها ممكن يجيب قطة، طب لو حد مثلًا عايز حيوان سهل شوية إن هو يعتني بيه ممكن مثلًا سلحفاة، فعلًا من الحاجات اللي بتكون لطيفة والعناية بيها مش محتاجة يعني حاجة كبيرة. طب لو حد أساسًا مش بيحب الحيوانات وعايز حاجة برضه يعتني بيها، ممكن مثلًا يجيب زرعة تكبر قدامه لونها أخضر تدّي له طاقة إيجابية، مش هتعوز حاجة غير إنها تشرب شوية مَيّة، ولكن still برضه هي روح فلازم نعتني بيها عشان ما نتسألش عليها. 10 حاجة وأهم حاجة إن أنت لازم تخرج مع نفسك. دي من الحاجات فعلًا اللي أثّرت في شخصيتي جدًا ونقلت شخصيتي بدرجة كبيرة جدًا. نفس الكلام برضه لازم تخرج مع نفسك، لإن أنت هتفرق في شخصيتك، هتعرّفك على نفسك أكتر، هتبقى عارف أنت عايز إيه، بتحب إيه، نِفْسك في إيه، كل الحاجات دي. بلس كمان إنك هتحس إحساس كده داخلي مش هاعرف أوصفه، ولكن هتحسه أمّا تخرج مع نفسك. ففعلًا مهم أوي إن إحنا كل فترة والتانية سواء كنا مشغولين أو فاضيين، إن إحنا نخرج مع نفسنا، بجد هتفرق معاكم أوي. ولحد هنا خلص فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم واستفدتوا منه، ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب، ولحد اشوفكم الفيديو الجاي كونوا بخير والى اللقاء.